حياكم الله متابعين الشيف صفا. اليوم راح نعمل لكم طريقة حلوى تراب الملوك بالايس كريم. طريقة سهلة وسريعة. نحتاج بسكت، اي بسكت متوفر عندكم. انا راح استخدم هذا البسكت بالكاكاو. ونحتاج كريمة سائلة. انا هذا عندي كريمة سائلة، ايس كريمة، يعني كريمة خفق بس بالفانيلا. هاي راح نخفقها لمدة دقيقتين وندخلها الفريز. ندخلها تجميد لمدة تقريبا نص ساعة إلى ساعة. عندنا بسكت راح نطحنه، الفستق طحناه. هسه حاليا راح نضيف البسكت اللي طحناه بصحن التقديم، ونضيف هاي الايس كريم. يعني بعد ما طلعناه من التجميد شوي جامد، ننتظره لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق شوي يذوب، ونبدي نضيفه. راح استخدم ملعقة ايس كريم. لازم ننتظره لمدة دقيقتين ونضيفه ونساوي، ونضيف الفستق المطحون، ونضيف مبروش جوز الهند حسب الرغبة. وهاي النتيجة النهائية، ان شاء الله تنال اعجابكم. تحياتي للجميع.